السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة يلا نجرب مع ايه توفيق. هعمل معاكم النهاردة اكل عظمة. هعمل معاكم كفتة مشوية، كفتة الحاتي بطعم وقوام رهيب جدا. مش هتصدقي ان دي معمولة في البيت، وهقولك على السر اللي تخليها ما تكشش معاكي وازاي تاكليها كده وتكون كده طرية من جوه وجوسي ومن بره واخدة طبقة ومحمرة. بجد حاجة كده عظمة. ومعاها سلطة الطحينة وسلطة الزبادي بالخيار، احلى سلطات تتاكل مع المشويات. تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا كل تفصيلة، بجد هتفرق معاكم. يلا بينا، توكلنا على الله. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، يفضل يكون فيها دهون. وهحتاج لكل نص كيلو من اللحمة المفرومة بصلاية وسط. بطل وصفتنا النهاردة المبشرة، مش هستخدم معاكم لا كبة ولا خلاط ولا اي حاجة. هعملها معاكم بادوات بسيطة جدا. بعد ما بشرت البصل هبتدي بقى اخده واصفيه كويس جدا من ميته. مترميش مية البصل دي، هقولك هنستخدمها في ايه، سيبيها بس على جنب. تاني حاجة معايا اللي هي دهن الخروف، ببشرها وهي لسه مجمدة، بكون لسه مخرجاها من الفريزر فبتتبشر معايا بسهولة. انا عايزة منها حوالي 2 معلقة كبيرة. عايزة اقولكم بتدي طعم وريحة حلوة جدا للكفتة، لكن لو مش متوفرة عندك ممكن تستبدليها بمعلقة كبيرة من السمنة، كزبرة او بقدونس المتاح عندك. الاتنين هيدوا طعم حلو جدا للكفتة. بس اهم حاجة ان احنا نقطعهم ناعم جدا بالشكل ده، لان زي ما قلت لكم انا مش هستخدم كبة خالص النهاردة. وبتقطعي الورق بس، العيدان بتستغني عنها لان احنا عايزين الورق بس. شايفين كأن انتي بتخرطيها كده بالمخرطة. شايفين شكلها بعد ما قطعتها ناعم كده بقت مظبوطة معايا، هسيبها على جنب. بعد ما جهزنا كل حاجة هنرجع تاني للحمة المفرومة. ملحوظة مهمة جدا، مادام اللحمة المفرومة فيها نسبة دهون يبقى هتكش معانا، بس بالاضافات اللي احنا هنضيفها مش هنخليها تكش قوي. هتكش حاجة بسيطة جدا ممكن ما تلاحظوهاش اصلا. زي ما انتم ملاحظين نزلت بالبصلايه اللي انا مصفياها وبالكزبره الخضراء اللي انا قطعتها، وهنزل عليها بمعلقتين كبار من الليا زي ما قلت لكم دي دهن للخروف. بعد كده نزلت بمعلقه ونص من الدقيق، معلقه ونص من النشا. بجد بيفرقوا جدا، بيخلي الكفته متماسكه ومش بيبانوا في الطعم خالص. بعد كده هنزل بالبهارات، هنزل ببهارات بسيطه جدا. معلقه كبيره الا ربع كده من الملح، معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة. ومش هضيف أي حاجة تاني. حابة تضيفي توابل كفتة أي حاجة براحتك، بس فعلا هي مش هتحتاج. الإضافة اللي بتعمل مفعول السحر مع الكفتة عشان مش تكش، معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. آخر حاجة معانا فص صغير كده من الثوم هتفرميه ناعم. بعد كده بايدك هتعجني الكفته دي كويس جدا. اهميه العجن ده ان انت هتخلي الاضافات اللي احنا ضفناها على اللحمه المفرومه تمتزج معاها كويس جدا. تاني حاجه احنا عايزين الكفته دي يبقى لها كانها عرق كده، عشان تبقى بنفس طعم وقوام الكفته اللي بتشتريها من بره. حاسه ان ايديكي بتوجعك او اي حاجه ممكن تعملي الخطوه دي في الكبه، مفيش مشكله. شايفين اللحمه المفرومه بقت عامله ازاي؟ انا عايزاها بنفس الشكل ده. شايفين العروق اللي ظاهره جوه دي؟ كده بجد هي مظبوطه جدا. بعد كده هتسيبيها في التلاجة. انا بصراحة بحب اعمل كفتة من بالليل واشتغل فيها تاني يوم، لكن انتي مستعجلة ممكن تسيبيها في الفريزر ساعة بس، لان اهم حاجة مع الجو الحر اللي احنا فيه ده مش هتعرفي تشكلي الكفتة، فتسيبيها تبرد الاول في التلاجة. بعد ما سبت الكفتة ومية البصل ليلة في التلاجة، مية البصل مش بيحصل لها اي حاجة في التلاجة، هنزل عليها برشة بسيطة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من الزيت. طيب لو انت عامله كميه كتيره من الكفته وكانت ميه البصل معاكي كتيره، ما ترميهاش، تقدري تشيليها وتستخدميها مع تتبيله بوفتيك او بانيه في اي تتبيله. وتقدري كمان تضيفيها للسلطه، بتعمل ميه سلطه خطيره. الكفته بعد ما سبتها ليله في التلاجة بتلاقوها كده تماسكت، يبقى سهل جدا ان انت تشكليها وتصبعيها. لكن لو انت عجنتي فيها تاني وحسيتيها ان هي طريت معاكي، يفضل ان انت تسيبيها في التلاجة عشان تبقي بتصبعيها بسهوله. هنستخدم التصبيع ممكن عصيان الشيش طاووق، تبقى كذا عصاية مع بعض، او ابر التريكو كنت عملتها معاكم في فيديو قبل كده على فكرة، بتصبح حلو جدا. يا اما عصاية. وده كله طبعا لو انتي ما عندكيش السيخ بتاع الكفتة. حابة النهاردة اعملها معاكم بالعصاية الرفيعة دي، مش عارفة كانت مكسورة مني في حاجة، واللي عارفني طبعا عارف ان انا مش برمي اي حاجة بسهولة، لازم بشوف لها استخدام اخر. اهم حاجة تمسحي العصاية دي مسحة بسيطة بالزيت بالشكل ده. هتاخدي حتة لحمة وتبتدي تصبعي عليها بالشكل ده، هتفرديها عليها، وحاولي كده ما تضغطيش جامد قوي.
بعد كده بصوابعك الاتنين، باتنين صوابع بس، هتبتدي تضغطي الضغطة اللي بتدينا نفس شكل الكفتة اللي بنشتريها جاهزة من بره. بتضغطي بالراحة، متضغطيش جامد. وبعد كده بتسحبي الكفتة بسهولة. ولما تلاحظي ان الكفتة مش بتتسحب معاكي بسهولة، بتلاقيها كده بتفك معاكي، تعرفي ان الكفتة دي عايزة تفضل في التلاجة كمان شوية، لان بتبقى جو الحر بيخليها تفك. يعني عايزة اقول لكم ان انا رجعت حطيتها في التلاجة تاني، لان انا سبتها بره شوية قبل ما كنت بجهز حاجات، فرجعت سبتها في التلاجة تاني لان الجو اليومين دول حر جدا. هتعيدي نفس الخطوات، وكل مرة فيها تمسحي الاول العصاية او الحاجة اللي انتي هتصبعي عليها مسحة بسيطة كده من الزيت. بالنسبة للتسوية هسويها النهاردة معاكم على شبكة فوق الصينية، لكن لو عايزة تعمليها في الصينية على طول مفيش مشكلة، بس تدهني الصينية الاول كويس جدا بالسمنة. هنعيد نفس الخطوات كلها لحد ما كمية الكفتة تخلص معانا. بفرشة هتدهني الكفتة بمية البصل اللي كنا سايبينها على جنب. عايزة اقول لكم بتشمع الكفتة وبتديلها كده لون حلو وطعم وريحة خطيرة. مية البصل اللي هتفضل معاكي دي زودي عليها مية من الحنفية عادي، وبعد كده ضيفيها في الصينية. المية اللي في الصينية دي هتساعد ان الكفتة تستوي معاكي وتكون طرية. بالنسبة للتسوية في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، هتبقي فاتحة فرن بس، الكفتة مش هتحتاج معاكي شواية، هتاخد لون من فوق ومن تحت من غير ما تفتحي عليها الشواية. عايزة اقولك ان انت ممكن تقلبيها كده بعد ما تلاقيها كده استوت، ممكن تقلبيها على الناحية التانية وهي على الشبكة. حابة تفتحي عليها الشواية اخر دقيقتين كده زي ما تحبي. مش هتاخد معاكي وقت في التسوية خالص، تلت ساعة نص ساعة بالكتير. وهي في الفرن يلا نحضر احلى سلطات بتتاكل مع المشويات. اول حاجة سلطة الزبادي بالخيار، بجد من احلى السلطات اللي بتتاكل مع المشويات. هبشر 2 خيارة، وياريت يكون الخيار طازج، ومش مهم تقشريه، لكن لو حابة تقشريه براحتك. زي ما انتم ملاحظين ان المبشرة النهاردة كانت البطلة معانا، استخدمناها في كل حاجة، واعتقد ان المبشرة دي موجودة في اي بيت. هتاخدي الخيار اللي بشرتيه ده في بولة على جنب. انا مش بصفي الخيار ولا حاجه، الخيار ما فيهوش ميه اصلا، مادام الخيار طازج مش هتلاقي نازل منه ميه كتير. لكن لو حسيت ان الخيار فيه ميه كتير يفضل ان انت تصفيه عشان السلطه ما يكونش فيها ميه. لو عندك نعناع طازج هيبقى حلو جدا، هتجيبي كده 3 4 ورقات وتقطعيهم ناعم بالشكل ده. عايزه اقولك انك تزرعي نعناع في البيت الموضوع حلو جدا، مع اي كوبايه شاي او اي حاجه كده وتعوزي نعناع فريش هتلاقي الموضوع حلو وسهل جدا، وزراعته سهله جدا في البيت. زي ما انتم ملاحظين بقطعه ناعم بالسكينه كده كانها مخرطه بالشكل ده. هتضيفيه على الخيار وهتنزلي برشه بسيطه كده من النعناع المجفف، ولو مش هتستخدمي نعناع فريش زودي شويه من النعناع المجفف. وعصره ليمونه، هي كان نص ليمونه صغير فعصرته كله. وهنحتاج لفص ثوم واحد هتكسريه ناعم بالشكل ده. ممكن تستخدمي مفرمة الثوم طبعا او بايد الهون تضربيه زي ما تحبي. بعد كده هنضيفه على الخيار. بعد كده هنزل بالزبادي، معايا 200 جرام من الزبادي، عارفين علب الزبادي الصغيرة تبقى 105 جرام تقريبا. هتنزلي بعلبتين، ولو لقيتي في الزبادي مية يفضل ان انت تصفيه من ميته. سلطة الزبادي بالخيار مش بتحتاج بهارات او توابل كتير، مجرد بس بتنزلي بملح وفلفل اسود، حاجة بسيطة خالص. اخر حاجة معانا هنضيفها معلقة كبيرة من زيت الزيتون او اي زيت نباتي متوفر عندك. بالشوكة او بالمضرب اليدوي هتقلبي المكونات دي كويس جدا بالشكل ده. عايزين كده المكونات كلها تمتزج مع بعض. يفضل قبل ما تقدميها تسيبيها في التلاجة نص ساعة ساعة، بحيث ان هي تاخد كده من طعم بعض ويبقى طعمها احلى بكتير. تاني سلطة هنجهزها مع بعض سلطة الطحينة. الطحينة دي انا اللي عاملاها، كنت عملت معاكم الطحينة قبل كده، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. استخدمت حوالي معلقتين كبار من الطحينة، هنزل عليهم بخل حوالي معلقة كبيرة. هتنزلي عليها بكمون، رشة بسيطة من الفلفل الاسود، ملح. هتقلبي المكونات دي مع الطحينة كويس جدا، وفي نفس الوقت هتنزلي عليهم بمية مغلية مع التقليب لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. حسيت ان البولة دي صغيرة على كمية الطحينة فنقلتها في بولة اكبر. شايفين قوام الطحينة بقى كريمي خالص، بجد الطحينة ممتازة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة وتعملوها في البيت، اوفر كتير من ان انت تشتريها جاهزة من بره. هترشي رشة بابريكا كده على الوش بالشكل ده. يفضل ان انتي ما تضيفيش البابريكا مع البهارات وانتي بتقلبي الطحينة، لان هتخلي الطحينة معاكي لونها احمر. وبكده سلطة الطحينة بقت جاهزة معانا، والكفتة كمان بقت جاهزة معانا، ما اخدتش وقت في التسوية خالص. شايفين لونها خطير والريحة بجد خطيرة، نفسي تشموا الريحة. وسلطة الخيار اهي بقت جاهزة معانا، بجد أكلة لذيذة جدا. شايفين الكفتة بجد شكلها وحجمها حلو جدا. طبعا هي كشت حاجة بسيطة خالص، بيكدب عليكي اللي يقولك ان الكفتة مش هتكش،
ما ينفعش يبقى فيها دهون وما تكشش معاكي، بس طبعا هي كشت حاجة بسيطة جدا، حجمها لسه زي ما هو كبير، وشايفين من جوه طرية وجوسي ازاي. بجد السوا كان مظبوط جدا، رغم ان هي ما خدتش وقت معايا في الفرن خالص. شايفين وهي بتتقطع متماسكه ازاي، مش بتفروت، بس شبه الكفته اللي بتشتريها جاهزه من بره، بس طبعا دي حاجه كده مضمونه واحلى بكتير. مفيش احلى كده من الكفته مع رغيف عيش بلدي وعليها كده شويه من البقدونس ومن الطحينه اللي انتي عاملاها. بجد حاجه كده طعمه خطير. تقدروا تقدميها مع رز بسمتي او مكرونه. كنت عملت معاكم مكرونه والرز البسمتي باكتر من طريقه قبل كده، هسيب لكم الفيديوهات في صندوق الوصف. بس النهارده كنا حابين ناكلها مع الطحينه وسلطه الزبادي بالخيار بالعيش البلدي، بجد مفيش احلى من كده. اتمنى تجربوا الطريقه، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.